انتقلت إلى رحمة الله كلمة عيب. المرحومة عيب كانت قائدة ورائدة في زمن الآباء والأجداد، حكمت العلاقات بالذوق ووضعت حجر الأساس لأصول التربية السليمة. تحياتي لتلك الكلمة التي عرفناها من أفواه الأمهات والآباء وتقبلناها بحب، وتعلمنا بأنها ما قيلت إلا لتعديل سلوكنا، فاعتبرناها مدرسة مختزلة في أحرف. تحياتي لأكاديمية عيب التي خرجت زوجات صابرات، صنعنا مجتمعات الذوق والاحترام، وتخرج منها رجال بمعنى الكلمة كانوا قادة في الشهامة والرجولة. أبجديات كلمة عيب جامعة بحد ذاتها، وحروفها المجانية ب1000 دورة مدفوعة التكاليف. بحروفك يا كلمة عيب قدر الصغير الكبير، واحترم الجار جاره، وتداولنا صلة الأرحام بمحبة وشوق. كان الأب يقف ويقول: عيب، عمك، خالك، جارك، سلم، سامح. تعلمنا الأدب والحشمة، تعلمنا بأنه كلمة عيب هي عبارة عن قاموس جامع. تحياتي من القلب للمرحومة كلمة عيب، ولكل الأجداد والآباء الذين استطاعوا أن يجدوا كلمة واحدة يبنوا فيها أجيالا تعرف الأدب والتقدير والاحترام، في الوقت التي أخفقت محاولاتنا البائسة بكل أبجديات التربية الحديثة.